ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض تورتيه حلوه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، بجناش لامح حلو قوي. هقول لكم كل المقادير والطريقه بالظبط عشان تطلع معاكم في منتهى الجمال، مختلفه تماما عن اللي عملناهم مع بعض قبل كده. هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه عملت طبعا الاسبونج، عملناه كتير قوي مع بعض. هقول لكم الطريقه بسرعه. نص كيلو من الاسبونج، فانيليا او شوكولاته زي ما انت حابه، 6 بيضات بدرجه حراره المطبخ، عليهم معلقه صغيره من المحسن الجل، ونص كوباية من المية عادي من الفلتر، و بنضربهم مع بعض لحد ما القوام يتضاعف ولونهم يفتح زي ما انتوا عارفين. بنحطهم في صينية مقاس 26 او 24، وبندخلها الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200. بتاخد حوالي معانا ساعة او ساعة الا 10 دقايق. بنطلعها بنسيبها تبرد تماما، وبعدين بنسيبها حوالي 4 ساعات. بنلفها في بلاستيك راب او نشيلها في كيسة ونسيبها حوالي 4 ساعات، او نسيبها لتاني يوم وبعدين نشتغل فيها. جينا تاني يوم قطعناها زي ما انتم شايفين كده، وعملنا الكريمة بتاعتنا. الكريمة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ الكريمة بتاعتنا عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه الخام، عليها نص كوباية من السكر البودر او الحبيبي عادي، بس لو الحبيبي هتضربيه الاول مع المية المثلجة. لازم المية بتاعتنا يا جماعة تكون مثلجة جدا. كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من السكر، كوباية وربع من المية المثلجة. بنحطهم على بعض كده ونضربهم لحد القوام بتاعنا ما يتضاعف والكريمة بتاعتنا تبقى مظبوطة. وبعدين طبعا لو انت عاملاها بالشوكولاتة هتضيفي عليها جناش شوكولاتة. طب يا هبة، انت عملتي جناش الشوكولاتة ازاي؟ طريقته سهلة وبسيطة جدا وعملته معاكم قبل كده. جناش الشوكولاتة عبارة عن ربع كوباية من اللبن، ربع كوباية من الزيت، باخدهم على النار يغلوا، يعني يغلوا مع بعض كده، وبعدين بشيلهم من على النار، بضيف عليهم ربع كوبايه ربع كيلو من الشوكولاته الخام. اي نوع شوكولاته انت حباه. انا عايزه اقول لكم ان انا هنا ما كانش عندي شوكولاته ساده، انا مستخدمه شوكولاته بالحليب وطلع لونها حلو، لان انا ضفت كمان معلقه من الكاكاو. يعني حطيت ربع كوبايه من اللبن على ربع كوبايه من الزيت على معلقه من الكاكاو، قلبتهم مع بعض، رفعتهم على النار يغلوا، وبعد ما غلوا شلتهم، ضفت فيهم ربع كيلو من الشوكولاته. تمام. بعد كده بسيبه لما يبرد وبصبه على الكيكه. زي ما انتم شايفين انا خدت الطبقات كلها سقيتها شربات، شربات خفيف او ممكن حليب، بس انا بفضل الشربات الخفيف. وحطيت طبقات كريمه ما بين كل طبقه. هي التورتيه بتبقى 3 طبقات. وبعدين ده الجناش اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا عملته، اللي انا مغطيه بيه التورتيه الاولانيه اللي شفتها معايا في اول الفيديو. وبعدين بصبه كده زي ما انتم شايفين، وبعدين ببتدي ان انا اهو شايفين اسويه كده بالمسطره بتاعتي اهو، او باي حاجه يعني. تمام، مفيش اي مشكله. لا ينزل على الجوانب، ده هيديله شكل حلو قوي. طبعا لازم تسيبي الجناش يبرد تماما تماما عشان يبقى كده. لو انت بقى عايزاه تعملي بيه اشكال او روزيتات، دخليه التلاجة هيتقل معاكي اكتر ويبقى زي الكريمه. تمام. بس انا مكنتش عايزاه اتقل من كده الصراحه، عشان انا كنت هصبه عليها ان انا اغطيها كده وتعمل دربات على الجوانب. شكل بقى عشوائي زي ما يطلع. تمام. طريقة سهلة وبسيطة، قلت كل حاجة اهو. لو في حاجة انتوا عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. تمام. وبرضه هكتب لكم مقادير الجناش، وهكتب لكم مقادير الاسبونج، وهكتب لكم كل حاجة تحت في صندوق الوصف. بعد ما صبيت الجناش وسويته كده ومسحته زي ما انتم شايفين، مسحت الزيادات، مفيش اي مشكله. هجيب شويه من الكريمه كده وابتدي اعمل روزيتات على الجنب عشان يبقى شكلها احلى واحلى. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الجناش بتاعنا لامع. ولو استخدمنا شوكولاته خام فيينا بالذات هيطلع معاكي الجناش بيلمع عن كده وحلوه قوي. تمام. بس مش هنوقف نفسنا، اللي كان موجود عندنا عملناه. هعمل بقى الروزيتات كده وهدخلها التلاجة شوية، واجيب اللي انا شايلها في التلاجة واعمل لها شكل عليها. طبعا الشكل في النهائي ده او الفينش النهائي ده حاجة ترجع لك انت. انا هنا حبيت ان انا اعملها نصين، نص سادة ونص مشكل كده، صح يعني. كانت عايزة حاجة بسيطة جدا جدا عشان تبقى شكلها سيمبل وهادي. قسمتها نصين بمربة الحليب كده زي ما انتم شايفين، عملت عليها روزتات. هنا الشوكولاتة دي طبعا بنجيب الورق ترنفسير ونعملها في البيت، سهلة جدا جدا. عملت شوية قلوب وشوية كيت كات، بس بما ان التورتايه عايزينها سيمبل فعملت قلوب بس فيها.
بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. دي متغطية كلها بالجناش، انا صبيت عليها الجناش يعني غطيتها بالجناش اهو، شايفين؟ حطيت بقى شوية حاجات بسيطة كده اهو، ان هي تديها شكل. التوتة الحمراء اللي احنا ضفناها دي برضو اديتها شكل حلو. هتلاقوها بسيطة وسيمبل قوي قوي قوي. طبعا هعمل التانية معاكم، وقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، انهي طلعت احلى بالنسبة لكم في الشكل. تمام. في ناس بتحب التورتات سيمبل كده زي ما انا عاملاها، في ناس بتحبها مليانة حاجات، فانتي وراحتك. فيا ريت تكتبوا لي عشان نشوف انه اللي هيعجبكم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ جميلة جدا جدا جدا. هنيجي بقى لدي اهو، برضو هنقسمها كده بمربة الحليب. حلوة جدا مربة الحليب مع التورت الشوكولاتة، تبقى حلوة جدا وطعمها مميز. شايفين؟ اعمل روزتات صغننة كده تديها شكل حلو. هنجيب بقى اوريو ونبتدي نحط عليها اوريو كده، اي حاجة انت حباه. انا حبيت احط عليها شوية من الاوريو، وبرضو كم قلب كده عشان يبقى شكله حلو. وعندنا كيت كات هنحطها في الجنب التاني، لان احنا هنكتب على الجنب التاني مش هنسيبه كده، هنكتب برضو بمربة الحليب مبروك النجاح. بس هي هتطلع الكلمة مش مظبوطة قوي، بس على قد ما عرفنا بقى. تمام. انا مش في الطبيعي ان انا بكتب على التورتات بصراحة بمربة الحليب. هحط شوية كده من الكريسب الابيض عشان يديها شكل حلو. هكتب اهو مبروك كانت عايزة الكلمة تدخل جوه شوية، النجاح. اعملوا يا جماعة كل حاجة في البيت سهلة وبسيطة والله، وكل ما تشتغلوا ايديكوا هتاخد على الحاجة وتطلع كل مرة احسن من المرة اللي قبلها. حاولت ارسم قلب بس الحمد لله يعني طلع قلب عقيم شوية. حلوة قوي قوي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ نحط لها برضه شوية حاجات كده نخليها حلوة، شوية توت احمر، شوية كريسبي من اللي هو الذهبي ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله. الف هنا وشفا لاصحابها. جميلة جدا ما شاء الله. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الروعة؟ انهي الاحلى بقى، دي ولا اللي نصها سادة؟ جميلة جدا. جربوا الطريقة، جربوا الجناش هيعجبكم جدا، طريقته سهلة وبسيطة. جربوا كل حاجة في البيت يا جماعة تطلع حلوة جدا. وكانت معانا احلى تورتتين عملتهم طبعا بالشوكولاتة، حلوين جدا. الاختيار يرجع ليكي، تعملي شوكولاتة تعملي فانيليا، الذوق والشكل برضو يرجع ليكي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني في وصفات جاية كتير. دمتم في رعاية الله. باي باي.